بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أسعد الله مساكم بكل خير. رحب بكم ورحب دكتور أحمد البسام ضيفنا ومحاضرنا هذا المساء حول عنوان الإخوان في عهد الملك عبد العزيز رحمة الله عليه، وهو امتداد لحديثه السابق حول تاريخ المملكة وعلاقاتها بالدول العربية المحيطة. كالعادة ستكون المداخلات والأسئلة في نهاية المحاضرة بإذن الله. تفضل دكتور. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أشكر الله تعالى ثم أشكر مضيفنا وأشكركم، وأسأل الله تعالى التوفيق والسداد. ما يتعلق بالموضوع الإخوان، أصل كلمة الإخوان يبدو أنها عن الأخوة بين المسلمين، كما قال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. لكن المقصود بها الآن في موضوعنا هي حركة الاستيطان للبادية في عهد الملك عبد العزيز، وبالتحديد بدأت في نهاية العقد الثالث من القرن الرابع عشر. ويبدو أن أساس الحركة ربما أنه رأي من الملك عبد العزيز رحمه الله، لأنه رأى أن البادية في وضعهم أنه ليس عندهم ولاء للبلد، وإنما الولاء يكون للقبيلة في الغالب، وهو يريد أن يكون منهم جيشا يستفيد منه، ورأى أن تعليمهم الدين سيؤثر في ذلك، ولا يمكن أن يتعلموا وهم في الصحاري، فلا بد من أن تكون هناك بعض الهجر. أول ما بدأت الهجر نزل بعض مطير وبعض حرب في حرمة، وهي بلدة قديمة وفيها حضر بجانب المجمع، وبقوا فترة قصيرة يبدو أنه هناك شدة وعنف وكذا من البادية، فاختلفوا مع الحاضرة، فانتقلوا إلى مورد الماء في الأرطاوية، وأسست أول هجرة وأصبحت المطير، وزعيمها المشهور والأمير فيصل الدويش. ومعنى كلمة هجرة يبدو أن المقصود فيها هجرة الوضع الذي كانوا عليه في عهد البداوة وهكذا إلى العهد الجديد، وهو عهد التحضر وتعلم أمور الدين. ولكن كان هناك رافق هذه بعض الشدة، فالإخوان صار عندهم شدة في السنوات الأولى، تعلموا الدين وأصبحوا يسألون الناس ويسألون الحاضرة عن أركان الإسلام وهكذا، وربما أنهم يسيئون إلى الآخرين الذين يعتقدون أنهم لا يوافقونهم. ولهذا يبدو بدأت تتأزم الأمور في عام 36 و37. فالملك عبد العزيز جمعهم واستفتى العلماء في هذه النقاط التي يثيرونها، وخلاصتها أنها كانت على شكل أسئلة وجهت إلى العلماء. السؤال الأول: هل يطلق الكفر على بادية المسلمين الثابتين على دينهم والقائمين بأوامر الله ونواهيه؟ أجاب العلماء بأن الكفر لا يطلق على بادية المسلمين الثابتين على دينهم. السؤال الثاني: هل من فرق بين لابس العقال ولابس العمامة إذا كان معتقدهما واحدا أو لا؟ فكان الجواب: لا تفاوت بين لابس العقال ولابس العمامة إذا كان معتقدهما واحد. والسؤال الثالث: هل في الحضر الأولين وفي المهاجرين الآخرين فرق أم لا؟ كان جواب العلماء بأنه لا فرق بين الحضر الأولين والمهاجرين الآخرين. والسؤال الرابع: هل في ذبيحة البدوي الذي في ولاية المسلمين ودربه دربهم ومعتقده معتقدهم، وفي ذبيحة الحضر الأولين أو المهاجرين فرق حلال أو حرام أم لا؟ فكان الجواب بأنه لا فرق بين ذبيحة البدوي الذي في ولاية المسلمين ودربه دربهم ومعتقده معتقدهم وبين ذبيحة الحضر الأولين والمهاجرين. سؤال آخر: هل للمهاجرين مسوغ أو رخصة في اعتدائهم على الذين لم يهاجروا فيضربونهم أو يؤدبونهم أو يهددونهم أو يلزمونهم بالهجرة أم لا؟ كان جواب العلماء: لا يحق للمهاجرين أن يعتدوا على الناس الذين لم يهاجروا، كان يضربوهم أو يتهددوهم أو يلزموهم بالهجرة.
السؤال الأخير: هل لأحد أن يهجر أحدا بدويا كان أو حضريا بغير أمر واضح أو كفر صريح؟ كان الجواب: لا حق لأحد أن يهجر أحدا بدويا كان أو حضريا بغير أمر واضح وكفر صريح وبدون إذن من ولي الأمر أو الحاكم الشرعي. فأصدر الملك عبد العزيز بعد هذه الفتوى بيانا وزع على جميع الهجر، جاء فيه أن معتقد المسلمين بدو وحضر واحد، وأصل المعتقد كتاب الله وسنة رسوله وما كان عليه الصحابة ثم السلف الصالح ثم أئمة المسلمين الأربعة. وتلا ذلك صدور بيان من كبار العلماء وهم عبد الله بن عبد اللطيف وحسن بن حسين وسعد بن عتيز وعمر بن سليم وعبد الله العنقري وسليمان بن سحمان ومحمد بن عبد الوهاب وعبد الله بن بليد وعبد الرحمن بن سالم. جاء فيه إجابتنا إلى أولئك المسلمين الحاضرين أن كل تلك الأشياء تتعارض مع جوهر الفقه الإسلامي ولم تأمر به الشريعة الإسلامية، والذي يرتكب هذه الأشياء يجب أن يتركها ويرجع عنها، وإذا تاب واعترف بذنبه سوف يعفى عنه، وإذا استمر في فعله وعاند فسوف يعاقب عقوبة عامة وسط المسلمين، ولا يجب مصادقة أو معاداة إلا أولئك الذين يأمره الحاكم الشرعي بمصادقتهم أو معاداتهم، والذي يعارض هذا القول فإنه ينتهك ما أقره المسلمون. هذا ما نعتقده ونشهد الله على ذلك. لكن الإخوان استمروا في بعض الشدة وبعض العنف، وهناك عدة أمثلة تتعلق بنجد وبعضها يتعلق بعنيزة أيضا، لعله يمكن الإشارة إليها في الربع ساعة الأخيرة إن شاء الله. إنما الملك رحمه الله استمر في إرسال العلماء إلى تلك الهجر لتعليمهم وتدريسهم. من أهم هؤلاء مطاوعة الهجر الشيخ عبد الله بن ناصر، وهناك عدة رسائل له من الملك عبد العزيز، منها رسالة جاء فيها من عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل الأخ المكرم عبد الله بن ناصر: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، من طرفك إن شاء الله تستقيم عند جماعك تصلي بهم وتزريهم وتعلمهم أوامر دينهم إن شاء الله، إننا ما نقصر عنك. 1338. من عبد العزيز بن عبد الرحمن إلى جناب الأخ المكرم عبد الله بن محمد بن ناصر: سلم الله تعالى وأبقاه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد. السؤال عن أحوالكم، لا زلتم بخير وسرور، أحوالنا بحمد الله جميلة، والخط المكرم وصل وما عرفتم كان معلوم، مخصوص من طرف الكتب، فلا بعد جاءنا شيء، فإذا جاءنا شيء إن شاء الله نسنع مطلوبكم. هذا ما لزم، والسلام على الإخوان. 1339. ورسالة أخرى أيضا من الإمام عبد العزيز إلى عبد الرحمن السبيعي المسؤول عن المالية، وبعد من طرف بروة عبد الله بن ناصر مطوعة الأرطاوية، إن شاء الله تسلمونها له بالتمام من غير تعويق. 1340. من عبد العزيز بن عبد الرحمن الأخ المكرم عبد الله بن ناصر على الدوام، وبعد ذلك من طرف أن توكل على الله وانحر أخوانك من ضمن وجوه جماعته واستقم عندهم وتصلي بهم وتعلمهم أوامر دينهم، وهذا واصلك طيه ورقة فيها 3 خياش عيش، هذا ما لزم تعريفه والسلام. 1342. من عبد العزيز بن عبد الرحمن الأخ المكرم عبد الله محمد بن ناصر، ومما جاء فيها ما عرفت كان معلوم من طرف بروتكم وبن مشاري ما سلمها لكم، هذا واصل مع سعد بن نايف بن قطيم 30، هذا ما لزم تعريفه مع إبلاغ السلام العيال والإخوان، ومن عندنا الإمام الوالد والإخوان. كذلك أيضا رسالة إلى الشيخ عثمان بن بشر أيضا تتعلق بإرسال بعض الكتب إلى الهجر. استمرت الأمور على ما هي عليه، فيه هناك شدة، لكن الملك عبد العزيز استفاد منه في تكوين جيش قوي استطاع به أن يقوم بأعمال عسكرية مهمة، وهي معروفة لديكم لا داعي للتفصيل فيها، ما أشهرها ما يتعلق بحائل وما يتعلق بالحجاز كما سبق الإشارة إليه في الجلسات الماضية، ما يتعلق بتربه وقائده سلطان بن مجاد عام 37، ثم بعد ذلك دخول الحجاز، مع أن الملك عبد العزيز ربما في العقد الثالث في العشرينات ما كان يتصور أنه من الممكن أن يضم الحجاز، فلا شك أن الإخوان كان عندهم قوة لأنهم تعلموا الدين الآن ويعتقدون أن المسألة فيها حصول إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة. وفعلا تم ضم الحجاز
لكن بعد ضم الحجاز بدأت المشاكل بين الإخوان وبين الملك عبد العزيز. بالنسبة للأسباب، هناك أسباب موردة تتعلق بناحية يعني الدينية ولا أعلم مدى دقتها بالضبط، لكن هناك بعض الأشياء التي أنكروها على الملك عبد العزيز، منها إرسال ولد السعود إلى مصر، إرسال ابن فيصل إلى لندن، إدخال البرق والتليفون والسيارات في بلد الإسلام، وضع الضرائب من المكوس على المسلمين في نجد، الإذن لعشائر الأردن والعراق بالرعي في أراضي المسلمين، منع المتاجرة مع الكويت. وقالوا إما أن يكون أهل الكويت كفار فيجب أن نجاهدهم، وإما أن يكونوا مسلمين فلماذا نقاطعهم. وأظن سبق الإشارة إلى مسألة المقاطعة مع الكويت، استمرت 20 سنة من عام 40 إلى حدود عام 60. ونقطة أخرى، يقولون سكوته على الروافض في الأحساء والقطيف، ما أن يجبروا على الدخول في الإسلام أو يقاتلوا. والنقطة الأخيرة ما يتعلق بالمحمل الذي سبق الإشارة إليه في حج عام 44 وقتل فيه حوالي 40 من الإخوان، ويقولون مجيء المحمل بهذا الشكل، وكذلك بعض المقابر أو المزارات الموجودة في مكة وبعض القوانين وهكذا. الملك رحمه الله عندما علم كان في الحجاز أسرع إلى الرياض وعقد مؤتمر في شهر رجب عام 45، دعا إليه الإخوان فاجتمعوا الذين حضر منهم في الرياض وعرضوا مطالبهم. بعد ذلك أصدر عدد من العلماء فتوى بشأن هذه المطالب، مما جاء فيها قول العلماء: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد ورد علينا من الإمام سلمه الله السؤال من بعض الإخوان وطلب منا جوابا فأجبناه بما هو نصه. أما مسألة البرق والتليفون فهذا أمر حادث في آخر هذا الزمان، ولا نعلم حقيقته ولا رأينا فيه كلاما لأهل العلم فتوقفنا في مسألته، ولا نقول عن الله ورسوله بغير علم، والجزم في الإباحة والتحريم يحتاج للوقوف على حقيقته. وأما مسجد حمزة وأبي رشيد فقد أفتينا الإمام بهدمها على الفور، وأما القوانين إن كان موجودا منها شيء في الحجاز يزال فورا ولا يحكم إلا بالشرع المطهر. أما دخول الحاج المصري مكة بالسلاح وبالقوة في البلد الحرام فأفتينا الإمام بمنعهم من الدخول بالسلاح والقوة ومن إظهارهم الشرك وجميع المحرمات. وأما المحمل المصري فأفتينا الإمام بمنعه من الدخول في المسجد الحرام ومن تمكين أحد أن يتمسح به أو يقبله. 8 شعبان 1345. وأما ما يفعله على المحمل من منكرات فإنهم يمنعون منها، وأما منعه عن مكة بالكلية فإن أمكن ذلك بلا مفسدة تعين، وإلا فاحتمال إحدى المفسدتين لدفع أعلاها سائغ شرعا. وأما الرافضة فقد أفتينا الإمام أن يلزمهم البيعة على الإسلام ويمنعهم من إظهار شعائر دينهم الباطل، وعلى الإمام أيضا أن يلزم نائبه في الأحساء أن يحضرهم عند الشيخ عبد العزيز بن بشر ويبايعوا على دين الله ورسوله وترك دعاء الصالحين من أهل البيت وغيرهم، وعلى ترك البدع من اجتماعهم على مآتمهم وغيرها مما يقيمون به شعائر دينهم، ويمنعون أيضا من زيارة المشاهد، وكذلك يلزمون بالاجتماع على الصلوات الخمس هم وغيرهم في المساجد، ويرتب فيه أئمة ومؤذنون ونواب من أهل السنة، ويلزمون بتعلم الأصول الثلاثة. وكذلك إذا كان لهم محال مبنية لإقامة البدع تهدم في الحال، ويمنعون من إقامة البدع في المساجد وغيرها، ومن أبى القبول بهذا ينفى من بلاد المسلمين. وأما الرافضة في بلاد القطيف فيلزم الإمام الشيخ عبد العزيز بن بشر أن يسافر إليهم ويلزمهم بما ذكرنا. وأما البوادي والقرى التي دخلت في ولاية المسلمين فأفتينا الإمام أن يبعث لهم دعاة ومعلمين ويلزم نوابه من الأمراء في كل ناحية بمساعدة المذكورين على إلزامهم بشرائع الإسلام. وأما رافضة العراق الذين انتشروا وخالطوا بادية المسلمين فأفتينا الإمام بمنعهم من الدخول وكفهم عن مراتع المسلمين وأرضهم. وأما المكوس فأفتينا الإمام أنها من المحرمات الظاهرة، فإن تركها فهو الواجب عليه، وإن أبى فلا يجوز شق عصا الطاعة والخروج على إمام المسلمين من أجلها. هذه تقريبا النواحي كلها الأسباب أسباب دينية بحتة، لكن يبدو أن هناك أسباب أخرى. والأسباب على كل حال بشكل عام تنقسم إلى 3 أقسام: أسباب دينية وأسباب دنيوية وأسباب تجتمع فيها الأمور الدينية والأمور الدنيوية.
من الأسباب هذه غير معلنة، يعني ما يكتبون إلى الإمام يطالبون فيها كذا بصراحة، ولكن الذي يبدو أنه بعد ضم الحجاز أن زعيمي الإخوان المشهورين فيصل الدويش وسلطان بن مجاد كانا يطمعان بالإمارة. سلطان بن مجاد كان يطمع بإمارة مكة، وفيصل الدويش يطمع بإمارة المدينة. وسلطان بن مجاد يعتقد أنه هو الأساس في موقعة تربه قبل هذا عام 37، ثم بعد ذلك في دخول الطائف ومكة. ومع هذا لما دخلوا إلى مكة ولي خالد بن لوي ولم يعينوا سلطان بن مجاد، فيبدو أن هذه أثرت عليه كثيرا، ولهذا رجع إلى نجد قبل أن يتم ضم جدة غاضبا من ذلك. فيصل الدويش لم يحضر الطائف ومكة، فأراد أن يعوض عن هذا، ما جاء إلا متأخرا، أراد أن يعوض على هذا بدخول المدينة، ففعلا أرسله الملك عبد العزيز وحاصر المدينة، لكن يبدو أن الرجل فيه شدة وعنف، ولهذا أهل المدينة تضايقوا منه ورفضوا أن يسلموا المدينة له. يقال، أنا لا أعلم، ما اطلعت على رسالة، وربما أنها ليست رسالة كتابية، ربما أنها رسالة مرسلة عن طريق مرسول فقط، كأنه طلب من أهل المدينة أن يسلموا، وإلا فسوف يحدث لهم ما حدث لأهل الطائف. ولهذا تضايق أهل المدينة وكتبوا إلى الملك عبد العزيز بأنهم لا يمكن أن يسلموا المدينة إلى الدويش، ولكنهم مستعدوا لتسليمها له أو لأحد أولاده. فأرسل ابنه محمد بن عبد العزيز، وهو الذي تولى تسلم المدينة، كما يفهم من رسالة كتبها الإمام عبد العزيز إلى والده الإمام عبد الرحمن جناب الأجل الأمجد الأفخم بهي الشيم حضرة سيد الوالد المكرم الإمام المقدم عبد الرحمن الفيصل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأخذ يحدثه عن موضوع جدة، ثم بعد ذلك انتقل إلى موضوع المدينة وقال: كذلك أطال الله بقاك من قبل المدينة، كأن أهلها متوحشين من وجود الدويش عندهم، وكتبنا للدويش يشد عنهم هو وقومه، وشد عنهم، وحالا جهزنا مملوككم الابن محمد بن عبد العزيز معه من المسلمين الذي فيهم البركة. وهكذا تحدث عن المدينة، إنما الدويش أبعد فتضايق من ذلك. فالمسألة يعني فيها ما يتعلق بمسألة الإمارة واعتقادهم بأنهم هم أحق من ذلك. سبب آخر أيضا مشترك بين الناحية الدينية والناحية الدنيوية، ما يتعلق بالجهاد. الملك عبد العزيز وهو يحاصر جدة عقد اتفاقية مع الإنجليز، أو بالتحديد اتفاقيتين: اتفاقية بحره تتعلق بحدود نجد مع العراق، واتفاقية حده تتعلق بالحدود مع شرقي الأردن، واتفق معهم على ذلك. لكن الإخوان تضايقوا من هذا وقالوا بأن معنى هذا أنك قد أبطلت الجهاد، والجهاد هو ذروة سنام الإسلام وكذا وكذا. وفيصل الدويش بدأ يتعمد إحراج الملك وقام بمهاجمة الحدود العراقية. سبب آخر أيضا ما يقولون بأنه اتصال الملك بالكفار ولقائهم والاجتماع بهم، وهذا تحدث عنه العلماء وأبدوا الحكم الشرعي فيه. ومن ذلك ما كتبه الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري، وتحدث فيها عن واجب العلماء في إيضاح الحق فيما يشكل على بعض الناس من أمور، ومن ذلك القول على الله بلا علم. وقال بأنهم اعتبروا معاملة الكفار وقدومهم على الملك نوع من الموالاة للمشركين، وأنهم يستشهدون بما كتبه الشيخ سليمان بن عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب والشيخ حمد بن عتيز. فأوضح الشيخ عبد الله أن اتصال الملك ببعض الكفار لا مانع منه لكونه يدخل في مصلحة المسلمين، وأجاب عن كتابات الشيخين سليمان وحمد بأنها خاصة بظروف معينة لا تنطبق على ظروف نجد في عهد الملك عبد العزيز. ومما جاء في كلام الشيخ عبد الله قوله: اعلموا جعلني الله وإياكم ممن علم وعمل، وأورد بعض الآيات، ثم قال: بعض الناس جعل القول عليه بغير علم في مرتبة فوق الشرك، وقد بلغنا أن الذي أشكل عليكم أن مجرد مخالطة الكفار ومعاملتهم بمصالحة ونحوها وقدومهم على ولي الأمر لأجل ذلك هي موالاة للمشركين المنهي عنها في الآيات والأحاديث،
وربما فهمتم ذلك من الدلائل التي صنفها الشيخ سليمان بن عبد الله، وكذلك من سبيل النجاة التي كتبها الشيخ حمد بن عتيز. فأول نبين لكم سبب تصنيف الدلائل أن الشيخ سليمان صنفها لما هجمت العساكر التركية على نجد في وقته وأرادوا اجتثاث الدين من أصله، وساعدهم جماعة من أهل نجد من البادية والحاضرة وأحبوا ظهورهم. وكذلك سبب تصنيف الشيخ حمد بن عتيد سبيل النجاة هو لما هجمت العساكر التركية على بلاد المسلمين وساعدهم من ساعدهم حتى استولوا على كثير من بلدان نجد. فمعرفة سبب التصنيف مما يعين على فهم كلام العلماء، فإنه بحمد الله ظاهر المعنى، فإن المراد به موافقة الكفار على كفرهم، وإظهار مودتهم ومعاونتهم على المسلمين، وتحسين أفعالهم، وإظهار الطاعة والانقياد لهم على كفرهم. والإمام وفقه الله لم يقع في شيء مما ذكر، فإنه إمام المسلمين والناظر في مصالحهم، ولا بد له من التحفظ على رعاياه وولايته من الدول الأجانب. والمشايخ رحمهم الله كالشيخ سليمان بن عبد الله والشيخ عبد اللطيف والشيخ حمد بن عتيز إذا ذكروا موالاة المشركين فسروها بالموافقة والنصرة والمعاونة والرضا بأفعالهم. فأنتم وفقكم الله راجعوا كلامهم تجدوا ذلك كما ذكرنا. وحث الشيخ عبد الله في رسالته على أخذ العلم عن العلماء وعدم الاقتصار على الكتب وعلى ما يفهمه الإنسان من ظاهر الأدلة. ثم بين رحمه الله حكم الشرع في بيان لزوم طاعة الإمام حتى ولو كان ظالما لحاجة الناس الماسة إلى الأمن وإقامة الحدود. ثم قال: فأنتم وفقكم الله الواجب عليكم التبصر وأخذ العلم عن أهله، وأما أخذكم العلم من مجرد أفهامكم أو من الكتب فهذا غير نافع، إلى آخر رسالته. فهم من الأسباب قولهم باتصال الإمام بالكفار. كذلك أيضا عندهم مسألة يعني لا يقولونها هكذا بصراحة، ولكنهم أيضا ترد مع مسألة الإمارة، يقولون بأننا نحن الذين إذا جاز التعبير بمسألة فتحنا، ولو أن الفتح لا يكون إلا للبلاد غير الإسلامية، لكن يقولون نحن الذين يعني إذا جاز التعبير فتحنا حائل والحجاز وكذا وكذا، وأن هذا كله ينسب إلى عبد العزيز ولا ينسب إلينا. فكتب الملك عبد العزيز نفسه خطاب يقول بأن هذه أمور جرت عليها العادة، وأنه حتى من عهد الخلفاء الراشدين أن الجنود والقادة هم الذين يفتحون، ولكن الفتوح وكذا تنسب للخليفة. كتب الملك عبد العزيز خطاب مطول يتحدث فيه عن يعني نجد وتاريخها، والشيخ محمد بن عبد الوهاب وكلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب في موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن له شروط. ثم بعد ذلك قال بعد أن نقل كلام الشيخ محمد قال: إذا فهمتم ذلك وتحققتم أنه لا يجوز إنكار المنكر ظاهرا، فالواجب على المسلم أن ينكر المنكر على من أتى به بخفية، خصوصا إن كان على أمير، فإن إنكار المنكر على الولاة ظاهرا مما يوجب الفرقة والاختلاف بين الإمام ورعيته، فإن لم يقبل المناصحة خفية فليرد الأمر إلى العلماء وقد برئت ذمته. وإنكار المنكر على الولاة ظاهرا من إشاعة الفاحشة، وإطلاق الفاحشة لفظ عام يدخل فيه كل ما كان منكرا. ثم قال: وهذا منا إعذار وإنذار لئلا يحتج أحد علينا أننا لم نناصحهم في ذلك ولم نبين لهم ما عندنا. وقد سمعنا في الأيام الماضية ما أجمع عليه الإخوان في هذا الأمر، ولم يمنع المشايخ مناصحتهم في ذلك إلا ما ذكروه في مراسلتهم للمشايخ أنهم على عقيدتهم، وأنه ليس لهم رأي يخالف رأيهم، وأنهم لا يبدرون في شيء إلا بمراجعتهم. فلما مضوا فيما مضوا فيه ولم يرفعوا للمشايخ خبرا بذلك تحققنا أنهم يقولون ما لا يفعلون. وأيضا يقول الملك عبد العزيز، وهذا هو الشاهد، يقول: فها هنا مسألة أخرى يجب التنبيه عليها لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، وهو ما ورد في الحديث الصحيح أن الرسول عليه السلام قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ومن سنة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أنهم هم الذين بعثوا البعوث وجندوا الأجناد وفتحوا الفتوحات العظيمة كمصر والشام والعراق وفارس، وأنفقوا خزائنها في سبيل الله كما هو مشهور من سيرتهم،
ولم يقل أحد من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أننا نحن الذين فتحنا هذه الأمصار، بل ذكر العلماء أن الذي فتحها هم الخلفاء الراشدين، وذكروا أيضا أن عمر رضي الله عنه هو الذي بصر البصرة وكوف الكوفة، والخلفاء الراشدين لم يخرجوا من المدينة ولم يروا هذه الأمصار بأعينهم إلا ما كان من مسير عمر للشام لفتح بيت المقدس، وهو الذي تولى خراجها، ولم يتولى خراجها من أرسلهم الخلفاء إلى هذه الأمصار والأقطار. فهذه سيرة الخلفاء الراشدين، وآخر من كان على هذه الطريقة المرضية شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وآل سعود رحمهم الله. فإنه لما سار عثمان المضايفي وعبد الوهاب أبو نقطة أمير عسير وربيع ومبارك بن روية بالدواسر وهادي بن كرملة بقحطان، وحصل بينهم الوقعة المشهورة هم مراجح الشريف، ثم بعد ذلك حاصروا مكة حتى أذعنوا بالصلح وطلب منهم غالب الشريف الصلح، لم يقبلوا منه إلا بعد مراجعة الإمام سعود، فأمر بإتمام الصلح وحج من العام المقبل بجميع المسلمين، ودخلوا مكة آمنين من غير قتال. ولم يقل أحد من العلماء في تاريخهم أن الذي فتحها هؤلاء الذين تقدم ذكرهم، وإنما ذكروا أن الذي فتحها سعود، وهو الذي تولى خراجها، ولم يتولى خراجها أحد ممن ذكرنا. فالشاهد أنه يؤكد على أنه يعني الخلفاء السابقون هم الذين يأمرون بالجهاد، وأن الفتح ينسب إليهم ولا ينسب إلى القادة. وأما قول الملك عبد العزيز بأنه الإمام سعود فهذا توهم من الملك عبد العزيز، فسعود بن عبد العزيز لم يكن هو الإمام، وإنما كان والده عبد العزيز في عام 1218، لكن هو الذي دخل مكة في بداية عام 1218، وهو ليس بالإمام، وإنما والده عبد العزيز بن محمد. على كل حال الأمور بدأت تتعقد بين الإخوان وبين الملك عبد العزيز، والعلماء كتبوا عدة خطابات للإخوان ينصحونه، ولما رأوا أن هؤلاء المخالفين عازمين على الخروج وأخذوا يخططون لعقد الاجتماعات فيما بينهم، لما بلغ العلماء ذلك كتبوا إليهم يحذرونهم من مغبة ما عزموا عليه. ومن ذلك رسالة الشيخ محمد بن عبد اللطيف إلى زعيم الإخوان فيصل الدويش السلطان بن مجاد، مما جاء فيها بعد المقدمة: قد بلغنا اجتماعكم. يقوله الشيخ محمد بن عبد اللطيف يوجه الكلام إلى الإخوان واجتماعاتهم، يقول: قد بلغنا اجتماعكم وتزاوركم، فإن كان المراد بذلك التذكر بما من الله به عليكم من نعمة الإسلام واجتماع الكلمة وذهاب العدو والحرص على الالتزام بهذه الإمامة والولاية والقيام بحقها، فما أحسن ذلك. وإن كان الاجتماع إنما هو للتفرق والاختلاف الذي هو من دين الجاهلية الأولى، والطعن على من والله الله عليكم وعيبه وثلبه وتتبع أثراته إلى التشنيع عليه ونسبة علمائه إلى المداهنة والسكوت، فهذه والله وصمة عظيمة وزلة وخيمة، وقاكم الله شرها وحال بينكم وبين أسبابها. ثم طلب منهم شكر نعمة الله على تنفيذ أحكام الشرع منذ قيام الدولة السعودية الأولى، وطلب منهم أيضا شكر نعمة الله بولاية الإمام عبد العزيز وما أسبغ الله على يديه من النعم العظيمة ودفع النقم الكثيرة. ثم أوصى الشيخ رحمه الله بالنصائح المهمة، ثم بعد ذلك قال بأن الكمال لله وحده. كلام هذا مهم أيضا وينطبق على كل عصر. يقول بأن الكمال لله وحده، وأنه لم يحصل لمن هو أفضل من الإمام، وأن الذي يطلب أن تكون الأمور على الكمال وعلى سيرة الخلفاء الراشدين فهو مخطئ، لأنه يطلب المحال. وطلب منهم السمع والطاعة للإمام والحذر من غرور الشيطان المؤدي إلى تفريق كلمة المسلمين. ومما جاء في كلام قوله: فأذكركم إخواني أول نعمة الإسلام وما من الله به عليكم من الانتقال عن عوائد الآباء والأجداد وسوالفهم التي خالفوا في أكثرها ما جاء في الكتاب والسنة، واتباع هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي جعل الله بعثته رحمة للعالمين. ثم قال: فاشكروا مولاكم على ذلك، واشكروه أيضا على ما من به في هذا الزمان من ولاية هذا الإمام الذي أسبغ الله عليكم على يديه من النعم العظيمة، ودفع به عنكم من النقم الكثيرة، وخولكم مما أعطاه الله، وتابع عليكم إحسانه صغيركم وكبيركم، وقام بما أوجب الله عليه حسب الطاقة والإمكان ونظره في مصالح المسلمين وما يعود نفعه عليهم ودفع المضار عنهم وحسم مواد الشر. والكمال لم يحصل لمن هو أفضل منه، فالذي يطلب الأمور على الكمال وأن تكون على سيرة الخلفاء الراشدين فهو طالب محالا، فاسمعوا له وأطيعوا وراعوا حقه وولايته عليكم،
واحذروا من غرور الشيطان وتسويله وخدعه ومكره، فإنه متكئ على شماله. ثم قال بعد ذلك: وأبدى استعداده الشيخ محمد بن عبد اللطيف يبدي استعداده للمناقشة والمناظرة فيما يدعي بعضهم أنها حجج شرعية تدعم أفكارهم الخاطئة. ثم أقسم الشيخ مرتين بأنه لا يعلم على وجه الأرض من هو أحق وأولى بالإمامة من الإمام عبد العزيز، وأن إمامته إمامة إسلامية وولايته دينية. وتحدث الشيخ محمد عن قبول الملك للحق من أي جهة كانت، وعدم استنكافه من قبول النصيحة، وحرصه على اجتماع كلمة المسلمين وعدم تفرقهم. وختم رسالته بنصح الإخوان بالالتفاف حول إمامهم، وجاء من ذلك قوله: إن كان أحد ممن يدعي العلم زين لكم ذلك وألقى عليكم التشكيكات والتشبيهات وحسن لكم طريقة أهل البدع والضلالات، فاعلموا أنه منفاخ سوء يبدي لكم ما يخفيه كيره ويلبس عليكم دينكم. فإن كان يدعي أن معه دليلا من الكتاب والسنة في الطعن على أئمته والولاة وعلمائها فليبرز إلينا بما لديه، فنحن له مقابلون ومناظرون بالحجج القاطعة والبراهين الساطعة من كتاب الله وسنة رسوله عليه السلام والخلفاء الراشدين المهديين. وأطال في مناصحتهم ودعوتهم إلى الرجوع على ما هم عليه. نعم، هي مرسلة إلى فيصل الدويش وسلطان بن مجاهد. لا ما ولكن هناك بعض العلماء لعله يأتي الحديث عن بعض أسمائهم من الحاضرة في الربع ساعة الأخيرة. الإخوان أصروا على موقفهم وقالوا بأنه لا بد أن يوافقنا الإمام عبد العزيز على مطالبنا، وإلا فلا يمكن أن نجتمع معه إلا إذا كانت النار تجتمع مع الماء. فالعلماء في رسائلهم وفي ردودهم عليهم كان يتناسب مع أسلوبهم، مع أسلوب الإخوان ومع شدتهم. لكن بعد إعلان هؤلاء المعارضين استحالة اجتماعهم مع الإمام في حال عدم تنفيذه لمطالبهم، كتب الشيخ سعد بن حمد بن عتيج وستة من العلماء إلى فيصل الدويش وثمانية من المعارضين رسالة وصفوا فيها كلام المعارضين بالكلام المذموم والزلة الوخيمة التي تدل على إضمار الشر والعزم على الخروج على ولي الأمر. جاء في هذه الرسالة من سعد بن حمد بن عتيج وسليمان بن سحمان وصالح بن عبد العزيز وعبد العزيز بن عبد اللطيف وعمر بن عبد اللطيف وعبد الرحمن بن عبد اللطيف ومحمد بن إبراهيم إلى فيصل الدويش وسلطان بن مجاد وأدعار بن ربيعة وعايد البهيمة وهندي ذويبي وبندر بن جيلان وعبد المحسن بن جبرين وزعدان بن درويش وترك الضيط سلمهم الله من الأهواء وألزمهم كلمة التقوى آمين. وبعد، فأشرفنا على كتابكم الذي أرسلتم به إلى الإمام عبد العزيز سلمه الله تعالى. ذكرتم في آخره أن لا نجتمع وإياك إن خالفت شيئا مما ذكرنا إلا كما يجتمع الماء والنار. وهذه كلمة دميمة وزلة وخيمة تدل على أنكم أضمرتم شرا وعزمتم على الخروج على ولي أمر المسلمين والتخلف عن سبيل أهل الهدى وسلوك مسلك أهل البغي والردى، ونحن نبرأ إلى الله من ذلك وممن فعله أو تسبب فيه أو أعان عليه، لأننا ما رأينا من الإمام عبد العزيز ما يوجب خروجكم عليه ونزع اليد من طاعته. وأوضح العلماء أنه في حال صدور بعض المحرمات من الإمام فإنه لا يجوز الخروج عليه وشق عصا الطاعة، بل يجب الدعاء وبذل النصيحة له والاتصال بالعلماء لمعرفة الحق من الباطل. واتهم العلماء زعماء المعارضة بأنهم يحللون ويحرمون عن جهل، وأنهم لا يأخذون عن العلماء بل هم مشايخ أنفسهم. ومما جاء في ذلك قولهم: إذا صدر منه شيء من المحرمات التي لا تسوغها الشريعة فحسب طالب الحق الدعاء له بالهداية وبذل النصيحة على الوجه المشروع، وأما الخروج ونزع اليد من طاعته فهذا لا يجوز. وأنتم تزعمون أنكم على طريقة مشايخكم وأنكم ما تخالفونهم في شيء يرونه لكم، ولا ندري من هؤلاء المشايخ، أهم مشايخ المسلمين أم غيرهم ممن سلك غير سبيلهم ويريد فتح باب الفتن على الإسلام والمسلمين. أين الخط الذي قد شرفتمونا عليه؟ أين السؤال الذي سألتمونا عنه وأفتيناكم فيه؟ أين الأمر الذي شاورتمونا عليه؟ حتى الخط الذي تدعون أنكم تنصحون الإمام عبد العزيز عن أمور يفعلها أنتم مشايخ أنفسكم تحللون وتحرمون على أنفسكم ولا ترفعون لنا خبرا في شيء، ودعواكم أنكم على طريقة المشايخ يكذبه ما صدر منكم. وقد علمتم حقيقة ما عندنا وما نعتقده
من حين ما حدث منكم الخوض وكثرت منكم الخطوط والمراسلات للإمام، وعرفناكم بما عندنا وما نعتقد وندين الله به، وهو وجوب السمع والطاعة لمن والله الله أمر المسلمين، ومجانبة الوثوب عليه، ومحبة إجماع المسلمين عليه، والبغي لمن رأى الخروج عليه، ومعاداته اتباعا لقوله عليه السلام: اعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. والذي نرى لكم التوبة إلى الله سبحانه والاستغفار وعدم التمادي والاسترسال مع دواعي الجهل والغي والضلال، وأن تلتزموا ما أوجبه الله عليكم من القيام بالواجبات واجتناب المحرمات. وختم العلماء رحمه الله رسالته مطالبين المعترضين بالنظر والتفكير في وضعهم السابق لقيام الدولة السعودية الثالثة وما كانوا عليه من التفرق والبعد عن الدين، ثم النظر بما من الله به عليهم وغيرهم من الاجتماع على إمام واحد وإقامة أحكام الشرع، وأن ذلك لا يمكن استمراره إلا بالسمع والطاعة. فقالوا: وانظروا وتفكروا في أحوالكم سابقا ولاحقا. ثم قالوا: ثم أنتم الآن انتقلت بكم الأحوال إلى أنكم تحاولون الخروج على الإمام ومنابذة أهل الإسلام ومفارقة جماعتهم، فاتقوا الله عباد الله، واذكروا قوله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء إلى آخر الآية. فما أشبه الليلة بالبارحة، وهذا الذي ذكرناه لكم وأشرنا به عليكم من السمع والطاعة للإمام، وعدم نزع اليد من طاعته، وعدم الشقاق والخلاف، وترك أسباب التفرق والاختلاف، ومجانبة سبل أهل الغي والضلال والاعتساف، هو اعتقادنا الذي نحن عليه مقيمون، وله على ممر الزمان معتقدون، وبه مستمسكون، وعليه موالون ومعادون، ظاهرا وباطنا، سرا وعلانية. ومن نسب إلينا غيره فهو علينا من الكاذبين الظالمين، وسيجزيه الله بما يجزي به الظالمين والمفترين. فإن تبتم إلى ربكم ورجعتم عما عنا لكم واستحسنته نفوسكم فالحمد لله رب العالمين، والمنة لله في ذلك عليكم. وإن أبيتم إلا الشقاق والعناد وسلكتم مسالك أهل الغي والفساد فاعلموا أننا نبرأ إلى الله منكم، ونشهد الله وملائكته وعباده المؤمنين على خطئكم وضلالكم، وأنكم قد خالفتم ما كان عليه سلف الأمة وأئمتها. ولكن يبدو أن الإخوان استمروا على ما هم عليه، ويبدو أن مسألة الصدام بين الملك وبين الإخوان أصبحت أمرا حتميا. في عام 47 عقد اجتماع، والملك عبد العزيز دعا العلماء ودعا الإخوان إلى الاجتماع، ولكن زعماء الإخوان لم يحضروا. والملك عبد العزيز في هذا الاجتماع أيضا يبدو أنه من أجل إثارة الحمية في نفوس النجديين بالذات والحاضرة عرض أن يتنازل عن الحكم إذا كان هذا هو الحل، على شرط أن يتولاه رجل من آل سعود. ولكن كل الحاضرين عارضوا ذلك، وقاموا بمبايعة الملك عبد العزيز مبايعة جديدة، وعاهدوه على السمع والطاعة والوقوف معه. والإخوان بقوا على ما هم عليه، ورأى الملك عبد العزيز أن الحل هو قتالهم، وخرج من الرياض في اليوم 22 من رمضان عام 47 وقصد بريده وأقام فيها، ثم تلاه ابن السعود بجميع القوة وبقية الجنود. وعند وصول سعود إلى بلدة النبزية من قرى القصيم خرج إليه والده من بريده، وتكاملت عليه الجنود من جميع أهل نجد في ذلك المكان، وارتحلوا جميعا من النبزية ونزلوا الزلفي. وكان الدويش وبمجاد ومن معهم يقدرون بحوالي 4000 مقاتلين نازلين في روضة السبلة التي تبتعد حوالي 20 كيلومتر عن الزلفي. فبدأت المفاوضات بين الملك وبين الدويش وبمجاد ولم تسفر عن نتيجة، وقد وسط الملك بينه وبينهم بعض العلماء لحل النزاع وحقن الدماء فلم يفلحوا في سعيهم. أرسل سلطان بن مجاد رسولا للملك عبد العزيز يقال له ماجد بن خليلف، فقال له الملك عبد العزيز عندما دخل إليه: اذهب إلى من أرسلك وقل لهم إننا قادمون عليهم غدا، فإن أرادوا حقن الدماء فليسلموا بلا قيد ولا شرط، والشريعة هي الحكم بيننا وبينهم. رجع الرسول ونصح بالتسليم، ولكن فيصل الدويش قال لهم: سأذهب أنا بنفسي لأرى جلية الأمر. فوصل فيصل الدويش إلى معسكر بن سعود في الزلفي، وعندما قابل الملك أظهر استعداده للتسليم، وقال بأنه مخالف الرأي بمجاد وأنه سيبقى هنا ويبيت عند بن سعود. وكان قد أخبر أصحابه أنه إذا لم يأتي في المساء فإن بن سعود قد اعتقله، وتلك تكون علامة الهجوم. ويبدو أن الملك عبد العزيز قد فطن إلى ذلك، فطلب من الدويش المغادرة
إلى قومه وقال: قم وبت عند أصحابكم، موعدكم غدا عند شروق الشمس، فإن كنت صادقا فتنحى عن قومك، وإن كنت كاذبا فسترى عاقبة أمرك. فرجع الدويش إلى معسكره واجتمع بمجاد ومن معه من الإخوان، ويقال بأن الدويش قال لهم يقول للإخوان: أبشروا أيها الإخوان بالمكسب والغنيمة، فإن مع ابن سعود أموالا وحلالا وجماعة يصفون بأنهم طبابيخ لا يستطيعون مقاومة الإخوان. وفي اليوم التالي رحل ابن سعود من الزلفي ونزل قرب معسكرات الدويش وبمجاد في سبله، ولم يألو جهدا أيضا في دعوتهم للسلم وحقن الدماء وتحكيم الشرع فيما شجر. فلما رأى أنه لا بد من القتال ولا مفر منه، هجم عليهم هجوما عنيفا في صباح يوم السبت 19 من شوال عام 47، وقابلوا هجومه بالمثل، واستمر القتال بينهم ساعة أو أقل من ذلك، هزم فيها الإخوان وقتل منهم أعداد كثيرة، إلا أن الملك عبد العزيز منع رجاله من متابعة الفارين. والدويش جرح وحمل إلى ابن سعود وطلب من طبيبه الخاص أن يعالجه. أما سلطان بن مجاد ومن سلم من قومه فقصدوا بعد فراره من اسبله بلدة الغطغط وهي هجرتهم، وبعث له الملك عبد العزيز بكتاب يطلب فيه أن يسلم نفسه وجميع من معه. لما علم سلطان بن مجاد بأن الملك عبد العزيز عفى عن الدويش، جاء إلى الملك عبد العزيز بدون اتفاق على العفو، ولذلك قبض عليه الملك عبد العزيز وسجنه، أقصد سلطان بن مجاد. أما الدويش فعفى عنه الملك، ولكنه مع ذلك لم يفي بالعهد. معركة اسبله هي الأساس على كل حال فيما يتعلق بالمعارك مع الإخوان، ثم تلتها في عام 48 موقعة مرغمة التي قادها من الإخوان عبد العزيز ابن فيصل الدويش، ومن جيش الملك عبد العزيز الأمير عبد العزيز بن مساعد بن مجلوي، وقتل فيها عبد العزيز بن فيصل الدويش. وكانت هذه ضربة قاصمة لفيصل الدويش، لأن ابنه هذا يعتبره من أهم أبنائه ويعتبره قائد عسكري، فتضايق كثيرا من قتل ابنه. ولذلك الذين كان يريد أن يقاتلهم وهم الإنجليز والهاشميون في العراق، الآن كأنه يريد أن يلجأ إليهم، فكتب رحمه الله وعفى عنا وعنه، كتب إلى الملك فيصل ملك العراق. الإنجليز أظن سبق الإشارة إلى هذا، أنهم عينوا ابناء الشريف حسين، عينوا فيصل بن الحسين في العراق، وعينوا ابنه عبد الله في شرقي الأردن، ولكن الأمر والنهي هو بيد الإنجليز. فكتب الدويش إلى الملك فيصل يقول: من فيصل بن سلطان الدويش إلى جناب المكرم المحترم فيصل الشريف سلطان العرب، سلم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، موجب الخط بلاغ السلام والتحية والاحترام، وبعد ذلك ألفوا علينا رجاجيلنا اللي جو منك، ومن طرف العربان أسفلهم العجمان. هو على كل تحدث في رسالته عن الظفير، ويقول بأنهم يتعرضون لنا ويسرقوننا، ويطلب من الملك أن يمنعهم من ذلك. وأيضا كأنه يقول بأن طائرات الإنجليز أنهم يسوقوننا في طيارات وتنابيل ويقولون ارجعوا لابن سعود، وكانوا يطلب من الملك أن يسمح له بالنزول في العراق. كذلك أيضا كتب رسالة إلى القائد الإنجليزي جلوب باشا، يقول: من فيصل بن سلطان الدويش إلى جناب عالي الجناب كبت كلاب، هكذا يقول ويقصد جلوب باشا. بعد التحية والاحترام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، تعلم ويتقرر في فكرك. فيصل الدويش يوجه الكلام إلى جلوب باشا، يقول: تعلم ويتقرر في فكرك ويكون عندك معلوم أني ما جيت مغرب إلا ناصن الحكومة وباغي طرفهم ومشتهي وصايتهم، ويكون عندك معلوم أن أهل صدق نأخذه ونعطيه ولا نعرف الغدر والخيانة، وتعلم ممشانا مع بن سعود بالسابق، وأنه ما وصل هذه المواصيل إلا بسببنا، ولما رأينا غدره وخيانته فينا خاصة وبالناس عامة فارقناه، واليوم أحببنا أن نصير رعية لكم وموامير لكم، ونصير حدر يديكم وجنود لكم، ولا نعصي أمركم. وباقي الجواب من راس الطارش أبلغ. هذا ما لزم 13 رجب 1348. ولكن يبدو أن فيصل الدويش لم يجد ما طلبه، ولم يستقبله الإنجليز
أو حكام العراق، ولذلك اضطر إلى أن يكتب رسالة إلى الملك عبد العزيز، مما جاء فيها بعد المقدمة على الدوام مع سؤال أحوالكم. يقول هذه الرسالة من فيصل الدويشي إلى الملك عبد العزيز: من طرف دربنا هل ضربنا ما نحسب أننا نضربه، اللي هو الثورة على الملك عبد العزيز، ولكن الأقدام عليها أحكام، وتدري إن كل أسبابه هالرجال اللي الله دبر عليه. غير واضح، بعضهم يقول بأنه يقصد ابنه عبد العزيز، والله أعلم، لا أظنه يقصد، لأن الكلام اللاحق لا يدل على أنه عبد العزيز، إنما هو ما وضح اسمه وكأنه يريد أن يلقي التبعة على هالرجال اللي الله دبر عليه إنه هو السبب في الثورة وكذا. بالله ما أظنه يقصد بمجاد. ثم بعد ذلك أيضا يقول: واليوم والله ما ندري وش نتعذر به منك، إلا نطلب من الله ثم منك العفو والمسامحة، والعوضة بل غدا، يعني قتل القصد والله عمرك حنا زابنين الله ثم زابنينك عن الكفر، لا تحدنا عليه، يعني الذهاب إلى العراق. هذا ما لازم تعريفه عن إبلاغ السلام. جواب الملك عبد العزيز من عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل إلى فيصل الدويش: ما عرفت كم معلوم، تذكر أنك ما كنت تحسب أنك تضرب الدرب اللي ضربت، وأن الأقدام عليها أحكام، وأن سبب ذلك الرجل الذي دبر الله عليه ما قدر. لا شك أن الأمور كلها بيد الله، وأن الإيمان بالقدر واجب، ولكن الحجة به باطلة. وأما أنك ما كنت تحسب أنك تضرب الدرب اللي ضربته، فأنت ما حملت بالكره، ولا حدك أحد في دينك ولا في دنياك. وأما احتجاجك بالرجل الذي دبر الله فيما دبر فهذا باطل، لأن ذلك الرجل يوم كنت على أجراب نصحك أنك تترك علوم الناس وتكون في نفسك، وأن ترفض وتأبى إلا أن تكون على هواك، وتقول له: أما تعرفني أني فيصل؟ ثم بعد ذلك تدخلني على الله إني ما أحدك على الكفر، ويأبى الله أن أحدك أو أحد غيرك على ذلك. ولكن هناك علم ثاني لم تذكره ولكنك قلته للناس، وهو أنك ما رحت إلا ذلا من ابن سعود يوم ذبح بن حثلين وربط بمجاد. أما ذبحة بن حثلين وحبس بمجاد ما هو ذنب يتعذر منه، لأن اللي يلحق في ذبحهم دين ودنيا. وكذلك أفعل في كل من شق عصا المسلمين وادعى بما ادعوا به. وأن تقول يوم ذبحت بن عمك بن شكير، هذا قديم ذبح أو في عهد شبابه، الذي هو خيركم يا مطير والدوشان دينا، إنك ما ذبحته إلا عند لوازمك، وأنت راعي من رعيان أهل نجد، فكيف الأمر بولاية المسلمين وحكامهم؟ ولكن إذا نزع الله خوفه من قلوب الناس ونزع منهم الحياء ألهمهم الشيطان الجواب الذي لا خير لهم فيه ولا حجة. وكان عليك يوم خفت على نفسك لو كنت صادقا أن تأخذ زيادة توثيق بالأمان وأنت في محلك الذي أنت فيه، أو إنك يوم خرجت وأتيت زارية سكنت وراجعت، ولكنك لم تفعل، بل أنفضت، هكذا يقول، على المسلمين بالشر وخرجت عليهم واستحللت ماءهم. ويقول بأنك ما كتبت لي كتابك السابق الذي تطلب فيه الأمان إلا لأربعة أمور: أولا سد الله عليك الطرق وأراك عجزك ومقت فيك ولم يبق لك حيلة تستطيع فعلها. الأمر الثاني تريد أن تقول للناس بعد ذلك إذا أردت تنكر وتمكر مرة ثانية أني أفعل بابن سعود ما أشتهي ثم أركب له راعيا ذلول يأتيني منه بالذي أشتهي. والثالث تريد أن تصدق قولك للذين خاطبتهم بمساعدتك ولم يساعدوك، يعني أهل العراق، إذا قلت لهم إذا لم تعطوني طلبي فإني أركب بابن سعود وصالحه ثم أغير عليكم وأفعل بكم كذا وكذا. الرابع تريد أن تغيظ المسلمين، لأنك يوم بدأت الشر في نجد وبأسبابك قامت الناس بذبح بعضهم بعضا حتى ميز الله الخبيث من الطيب وأعز الله الطيب وأذل الخبيث، ولا بد أن أخبارهم قد أبلغ إياها البشرى الذين جاءوك. فبعد أن تكلف المسلمون ما تكلفوا ثم ساروا على ضعف جيشهم أي إبلهم التي يركبون وهم يرجون أن الله ينتقم من أهل الشر، وأن تريد أن تفل حزمهم وهكذا، وطال في تأنيبه. ثم قال إنك تعلم بأننا ما قتلنا الذين هم أغلى وأنفع منك أهل السبيل إلا عند تقويم الشريعة وأداء حقوق المسلمين، فإن كنت تعلم أنه بقي لك شر تستطيع التمادي فيه والله خير كافي إن كنت مضطر كما ذكرت، فأقبل أنت ومن تبعك من مطير وغيرهم وأنتم في وجهي، وأمن الله على دماءكم جميعا إلا ابن مشهور والرفدي والعنوز والشمامر وأهل بايض والعتبان الذين حدروا منا، فهؤلاء يأبى الله أن نؤمنهم، والباقون في وجهه أعطيهم أمان الله عن دمائهم. بعد ذلك كتب فيصل الدويش أيضا
كتاب آخر إلى الملك عبد العزيز، لا داعي للإطالة فيه، إنما مما جاء فيه يقول: خطك وصل وما عرفت كان معلوم جميع الأمور، ولكن حنا هالحين ما طاب خاطرنا منك، والظن فيك يا أبو تركي غير ما ذكرت لنا، وهذا واصلك سلطان بن مهيلب، ونبيك إن شاء الله تأمنا أمان ما فيه تفتيش، وباقي الجواب من راس الطارش أبلغ. ثم قال من الحاق، دائما يلحقون الرسائل، يقول: بل خاطر سألنك الله تذكر في خطك إن الدروب مسدودة علينا، وإنه ما بقي لنا حيلة، وإنا مضطرين إليك، حنا سلمك الله بخلاف ذلك بحول الله وقوته، ولولا غلاك ورفقتك كان كل أمر نبيه مدرسينه، وكل يجذبنا، وأي طريق نضربه ما لنا معارض فيه، ولكن مثل ما ذكرت غلاك ورفقتك ولا ودنا بمداخل الكفر، ويكون عندك معلوم ويتقرر في عقلك ولا تشك إني لولا بغضي للكفار ولا ودي أدخل حدر ولايتهم كان ما كزيت لك جميع مركوب، ولكن ما ودي في ذلك، وادري إني في ذلك صادق، ودر إني في ذلك صادق، ومعنى خطك اللي جاني منك في وفي ركابتي، وأن تخبرني ماني راعي وأن تخبرني ماني راعي مكر ولا تلواثات، اليوم ادخل على الله لا تحدنا على الكفر، وحسبنا الله ونعم الوكيل. وأيضا هناك رسالة أخرى مما جاء فيها: ولكن يا عبد العزيز اتق الله في المسلمين لا تردهم للكفر بعد ما ذاقوا طعم الإسلام، وحن النبي من الله ثم منك يا أبو تركي إنك تدفن لنا ما فات بيننا وبين أهل نجد من الدماء والأموال، ترى ما عندنا زايدة، الزايدة عندكم، نرجو أن الله يهديك ويجعل إطفاء هذه الفتنة على يديك ويخرجنا منها مسلمين، وتذكر لنا مراد في خطأنا السابق. الملك عبد العزيز غير يعني مقتنع بكلام الدويش، ويرى أنه حتى وعن عفى عنه فإنه سوف يرجع إلى ما هو عليه، ولذلك الدويش اضطر إلى اللجوء إلى الإنجليز، فكتب الملك عبد العزيز إلى الإنجليز بموجب اتفاقه معهم بأن يسلموا إليه هؤلاء المعارضين أو يسمحوا له بدخول الكويت والعراق لمطاردتهم، لكن الإنجليز في الأخير وعدوه بتسليمهم له، وفعلا في الساعة 5 من صباح يوم الثلاثاء 28 من شعبان عام 48 طبعا جاءت الطائرة البريطانية، وكان فيها زعماء الإخوان فيصل الدويش وجاسر بن لامي ونايف بن حثلين، وسلموا للملك عبد العزيز، وحضر الدويش ومثل بين يدي الملك عبد العزيز، وقال له الملك: أما تخاف الله رب العزة، ما الذي حملك على هذه المغازي؟ فقال الدويش: لم يبقى شيء من الخزي لما فعله، وماذا تريد أعظم من هذا الخزي والجزاء أمام أهل نجد؟ فقال الملك: إنك تعلم يا فيصل ما عملت من أجلك في الماضي. فقال الدويش: أعلم ذلك. فقال الملك: هل قصرت في شيء نحوكم؟ فقال الدويش: ما قصرت في شيء يا طويل العمر. فقال الملك: لقد كنت في حرب مع أهل النجد من أجلك، فهل هذا جزائي منك؟ هل كنت تريد الملك؟ لقد كنتم ملوكا في الجهات التي أنتم فيها، من منكم له الفضل علي؟ الفضل لله وحده. من منكم لم أخضعه بالسيف؟ ليس منكم إلا من قتلت أباه وأخاه، ولم أخضعكم إلا بسيفي. قد كنت أنفذ رغائبكم، فكنت أشقى من أجلكم وأواصل الليل بالنهار لراحتكم وسعادتكم. أما تخاف الله يا فيصل عندما تكتب لقلوب باشا أنك تريد الهجرة إلى العراق، وأنك تحب أن تكون من رعاياه وتابعا له؟ أتظن أن تكون في منزلة أعلى من منزلتك التي أنت فيها؟ فقال الدويش: يعلم الله يا عبد العزيز أنك ما قصرت عنا بشيء، وقد عملت معنا كل ما يبيض وجهك، وقد قابلنا معروفك بالإساءة، لقد فررنا من وجهك للكفار فحملونا في طيارتهم إليك، فيكفي ما شعرت به من الهوان أمام الإخوان بعدما كنت عزيزا مكرما، وقاتل الله الشيطان الذي أغوانا وزين لنا سوء عملنا. ثم تكلم نايف بن حثلين وجاسر بن لامي، وزعم أنهما يحبان بن سعود أكثر مما يحبان نفسيهما، ولكن الشيطان أغواهما ويستغفران الله ويتوبان إليه. وأجابهما الملك عبد العزيز بإجابة قاسية، وحملوا إلى سجن الرياض، وبقوا في الرياض. فيصل الدويش توفي في الرياض، أما الباقين فقد نقلوا إلى الأحساء وتوفوا هناك. وأسأل الله تعالى المغفرة والرحمة للإخوان ولنا جميعا. آمين. شكرا دكتور، عرض رائع جميل.
بقية الوقت متاح للمداخلات. يزداد يقيني في تحذيرات النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو، والتي رأينا أثارها عبر التاريخ، كيف يعني أراقت هذه الدماء الحقيقة. يعني فعلا من خلال عرضك يا دكتور اللي أشكرك عليه، وكنت أتمنى لو أنه حلقتين أو 3 أساس نفهم هذه النفسية الموجودة. الإنسان فعلا يشوف أنه يعني بغض النظر عن الطمع أو غيره، إلا أنه كان يعني هناك نفسية في الغلو حاولوا من خلاله يعني يجرون نجد ويجرون الدولة كله رحم الله الجميع إلى وعفى عنهم إلى مثل هذه الحروب والإشغال الكبير. كذلك نضيف جهل التابعين. جهل التابعين كان كثير رغم قوة شكيمتهم وقوتهم وقوة بأسهم، إلا أنه كان يعني فيه يعني جهل. الأسوأ من هذا كله أنهم كانوا يلبسون أفعالهم لباس الدين من خلال الرسائل اللي تفضلت بذكرها. لفت انتباهي يا دكتور النقاش العلمي الفكري الراقي، كان العلماء لهم دور كبير في موضوع الإخوان، ويعني الرسائل اللي تفضلت بعرضها كانت فيها لغة متسامحة الحقيقة معهم، وبحاولة إقناعهم، وما قلت في كذا تراه كذا ولا يغركم فلان ولا يغركم ما يعني كان نقاش الحقيقة فكري طويل، وهذا دلالة يعني علمية مهمة في معالجة نفسية الغلو. كذلك أنا عندي الحقيقة يعني سؤالان. السؤال الأول، هل الإخوان هذه طبيعتهم من يوم ما وجدوا، من يوم ما بدأوا مع عبد العزيز رحمه الله، أو فعلا تغيروا مثل ما تفضلت بعد الحجاز؟ أنا أقصد النفسية والفكر والتشدد الموجود، أو أنه لا كانوا موجودين وهذه نفسيتهم هذا فكرهم وما تغيروا، بس يوم الدولة استقرت وبدأت تتطور بدأت تبني حضارته صارت الإشكالية، أو أنهم فعلا صار عندهم تغير فكري. سؤالي الثاني، سمعنا أنه كان فيهم صالحون، كان فيهم صالحون ويعني وكان معهم عباد وزهاد، هل هذا الكلام صحيح ولا لا جهله وكذا؟ معليش أضيف سؤال ثالث، من خلال رسائل فيصل الدويش هل تتوقع أنه هو اللي يكتبه ولا يا دكتور فيه أحد عنده أسوة علم أو عنده كذا، لأن لغته جيدة، وهل فيصل الدويش يعني مثقف أو لا؟ معليش 3 أسئلة يسمح لي. بارك الله فيك. أما النقطة الأولى يبدو أنك شيخ عبد المحسن ما جيت من أول الوقت. هم على كل حال الشدة يبدو أنها كانت منذ السنة الأولى، لأن بدء اجتماعاتهم كانت في حرمة، ما أسسوا هجرة في نفس المدينة. حرمة كانت موجودة بقرب المجمعة، وحرب ومطيع يعني كلا القبيلتين، لكن يبدو أن شدتهم وعنفهم اختلفوا فيها مع الحاضرة في حرمة، ولذلك اتجهوا إلى موقع الأرطاوية، وكانت مورد ماء فقط، فزادت الهجرة هجرتهم إليها. لكنه خلال السنوات الأولى بدأت الشدة، ما لها علاقة بالناحية السياسية، كلها دينية. يعني بالنسبة للناس دائما يسألونهم ما هي أركان الإسلام، ما هي كذا، ولما يفهم ربما يضربونه. وسبق إيراد 7 أسئلة وردت على العلماء يقولون بها: هل يجوز موالاة من لا يخرج إلى الهجر هذه، ويفرقون بين لابس العقال ولابس العمامة وأشياء كثيرة إنما كان فيها شدة، لكن لا علاقة لها بالسياسة. إلى الآن أبدا هم تابعون للملك عبد العزيز ولم يتبين أي أمور سياسية، لكن الأمور السياسية بدأت فعلا بعد ضم الحجاز. ما تقول بارك الله فيك أنه ربما مسألة الإمارة ومسألة التطور الذي حصل والذي يشيرون إليه، مسألة ما يتعلق بالبرق والبريد مسألة السيارات، مسألة إرسال فيصل وسعود، والكهرباء ربما أنها إلى الآن ما جاءت، حتى بالنسبة لنجد لم تأتي طبعا، في الحجاز حتى في الحرم بعد هذا جاءت. لكن ما يتعلق بالسيارات، ما يتعلق بإرسال الأبناء، ما يتعلق بأيضا النقطة المهمة إيقاف الجهاد. هم يقولون بأنه ذروة سنام الإسلام، كيف توقف الجهاد؟ والجهاد كما سبق الإشارة قبل قليل قلت الأسباب بعضها ديني محض، ما يتعلق مثلا هكذا بأمور البدع التي ظهرت هم يرون أنها بدع ومستحدثة، وأسباب دينية فقط كالإمارة، وأسباب تجمع بين الدين والدنيا كمسألة الهجرة كمسألة الجهاد. الجهاد القيام به أمر ديني
ولكن أيضا أمر دنيوي أنهم يحصلون على غنائم ويقولون بها ستوقفونها، ولذلك بدأت الإشكالات. لكن ما يتعلق بالإمارة يبدو لها نصيب فعلا، كانوا يعتقدون بأن لهم نصيب وأنهم هم الذين يعني كانوا سببا في ضم هذه البلدان أو في فتحها وكذا. ولذلك مع أنهم كانوا مكرمين جدا، لكن الملك عبد العزيز رحمه الله كان يكرمهم. الأمير فيصل الدويش إذا دخل الرياض كأنه يعني من كبار الزعماء، ولا يعطى إلا كما يقال خياش الهيل والبخور وهكذا والأموال، لكن أنهم يطلبون الإمارة يرى أنهم غير مناسبين للإمارة، لكنهم يرون أن لهم الحق. ولذلك أثاروا هذه المسألة التي سبق الإشارة إليها، مسألة أنهم هم الذين يفتحون كما يقال وتنسب إلى القائد، لكن الملك عبد العزيز أجابهم بأن هذه سنة حتى الخلفاء الراشدين. ما يتعلق النقطة الثالثة بأن بينهم عباد، ربما والله أعلم عندهم حتى الذين يخرجون. هو المشكلة أن الخوارج يعني حتى كما أخبر عنهم الرسول عليه السلام أنكم تحقرون صلاتكم، يعني متدينون هم، لكن المشكلة أنهم يعتقدون أن ولي الأمر هكذا مخطئ، ولهذا هم اتهموا العلماء بما يتهم به بعض الناس علماءنا في الوقت الحاضر، بالمداهنة والسكوت وهكذا، إنه كيف تسكت والملك يعمل كذا ويعمل كذا ويعمل كذا. وأثاروا مسألة ما يتعلق ب يعني مقابلة الكفار والاجتماع بهم، وأيضا يستدلون جاءوا برسالة الشيخ سليمان بن عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب ورسالة الشيخ حمد بن عتيز، ولكن العلماء قالوا بأن هذه في ظروف معينة، وأن القوات التركية والعثمانية كانت قد جاءت إلى البلاد. أما الآن الملك عبد العزيز لا بد أن يتصل بالدول الكافرة لأنها محيطة بهم، خاصة ما يتعلق بالإنجليز. نعم والله يبدو يعني لأنه من عام تقريبا 30 إلى حوالي 15 سنة وهو يدرس ويتعلم، ولكن مسألة الكلمات العامية تلاحظها في رسائله، حتى قلوب باشا يغير اسمه وهكذا. فهو على كل حال على قدر من العلم، لكن لا يصل إلى درجة العلماء الموجودين وأنهم يحللون ويحرمون. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ما أدري يا دكتور، يعني ظاهرة رجوع أو نكوص المجاهدين أو غلوهم أو اعتدادهم بأنفسهم أنهم إذا جاهدوا أن المكافأة تكون أن يكون لهم السلطة والملك. حتى في زماننا هذا، حتى في أيامنا هذه نلاحظ أن المجاهدين أي واحد حتى لو يكون بسيط يعني جهاده كلمة أو ذا يعتقد أنه يجب أن يكون حاكم وأن يكون متسلط وأن يكون له الأمر والنهي. هل هذا يعني يخص مجتمعنا أو المجتمع أهل نجد خاصة، أو شيء عالمي موجود يعني بالجيوش الثانية أو بالشعوب الأخرى؟ وهل هذه يعني ظاهرة يعني زمنية محدودة أو من سلوك الإنسان فيما توصل إلى علمك؟ شكرا. بارك الله فيك. أما مسألة أنها ظاهرة عالمية، لا يمكن أن نقول بأنها ظاهرة عالمية أو ليست ظاهرة عالمية، هذا طبعا يحتاج إلى اطلاع، لكن لا شك يبدو حظ النفس، يعني إن كل إنسان يرى أنه بذل جهد يرى أنه ينبغي أن يكافأ عليه وهكذا، لكن ينبغي أن يكون أمير على مناطق وهكذا. الأمير فيصل الدويش هو الأمير في الأرطاوية، بل هو الأمير على مطير كلها، لكن أن يكون أميرا على المدينة أو على بلد آخر الملك عبد العزيز لا يرى، والصواب طبعا مع الملك عبد العزيز يرى أنه لا يناسب أن يكون أميرا على المدينة وهكذا. نعم. السلام عليكم. بارك الله فيك يا دكتور، طبعا عرض جيد وشيق وممتع ما شاء الله، لكن لعلك همشت ما ادري بقصد او بغير قصد بناء الهجر. النقله اللي حصلت في عهد الملك عبد العزيز والنقله اللي حصلت للاخوان هي عن طريق بناء الهجر، التي منها طبعا الارطاويه فيصل الدويشي بن مطير، والقطقط السلطان بن بجاد بن حميد شيخ بارقه بن عتيبه، والسراره اللي هي لبن حثلين شيخ العجمان. ودنا تحدثنا عن كيف انتقلوا الإخوان من مرحلة الجهل والفوضى اللي كانوا يعيشونه إلى مرحلة التحضر والدخول في التدين
وبناء المساجد والمطاوع كما كان يعرف في ذاك الوقت. لعلك تشير لي يا دكتور، لأنه مهمة كيف انتقلوا من حياة الجهل إلى حياة التدين، وهالغلو اللي جاهم منين جاهم؟ طبعا اللي درسوهم أكثرهم طلاب آل الشيخ، ومعروف إن شاء الله طلاب آل الشيخ إن شاء الله تعالى على منهج السلف الصالح. الغلو هذا منين جاهم؟ هل فيه تدخل خارجي أم من ماذا؟ فالهجر لا شك أن عددها كثير جدا، وهناك هجر لعدد القبائل مثل ما يتعلق بالمطير الأرطاوية ومبايض ومليح والعمار والأثلي والأرطاوي وغيرها، عتيبة، الغطغط أيضا، والداهنة وساجر وعرجة وسيلة ونفي، قحطان مثلا، الهياثم والجفير والحصاة والرين، حرب، دخنة وشبيتية ودليمية والقرين وغيرها كثير، والدواسر. لكن بالنسبة لما يتعلق بالتعليم، وعلى كل حال ليس العلماء الكبار كما قلت على الشيخ أو غيرهم لا يذهبون إلى هذه إلا مجرد زيارات أيام وربما شهر وشهرين وهكذا، ولكن الباقي علماءهم متوسطين مثل عبد الله بن ناصر اللي سبق الإشارة إليه، وأوردت رسائل من الإمام عبد العزيز إليه. لكن ما يتعلق بالشدة يبدو أنها يعني كأنها متوقعة. الناس بعد ما كانوا على حياة البادية وتعلموا الدين كان عندهم عاطفة. وعلى كل حال حتى الهجر أنا ما أعلم يعني أحد عارض فيها إلا الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف رحمه الله، يبدو أنه كان ما يرى مسألة الهجر، وكأنه قال للملك عبد العزيز بأن البادية هذه حياتهم، حياة رعي، وينبغي أن يبقوا عليها. وفي الأخير قال إن كنتم مصرين على أنه لابد أن يكون هناك تحضير لهم فينبغي أن ينزلوا مع الحضر، لا أن تنزلوهم في أماكن خاصة بهم ويكون هناك مشاكل بينهم يعني وعصبية وهكذا. لكن الملك عبد العزيز يرى، وربما رأيه في صواب، وربما أنه أخذ درس من حرمه أيضا، يرى أن البادية لا يمكن أن يكونوا مع الحاضرة في مكان واحد، وأنه سيكون في إشكال وهكذا. فهم على كل حال تعلموا ودرسوا، لكن عندهم تعصب، وهو الذي يعني سبب هذه الشدة مع ما يتعلق بالنواحي الدنيوية المادية لزعمائهم، وهو طلب الإمارة. لكن الشدة موجودة في سابق كما قلت قبل قليل، حتى قبل أن تبدأ مسألة السياسة، أنهم يوقفون الناس ويسألونهم عن النواحي الدينية وهكذا ويتعبون الناس. وأيضا حتى نظرتهم إلى الحظر، يعني يبدو والله أعلم موقعة السبيلة ليست المسألة حرب بين الإخوان وبين الملك عبد العزيز، لكن يبدو أنها حرب بين البادية والحاضرة، وأنهم لو انتصروا ربما أتعبوا الحاضرة بشكل كبير. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كثر الله خيرك يا دكتور. حياكم الله يا هلا. واضح الصوت؟ بالنسبة الآن لمسمى الإخوان يا دكتور، نعم، هل كان باعترافهم هم اعتراف الواقع اللي كانوا عايشين فيه، يعني كان دارج يعني بين الملك عبد العزيز أنه المسمى بالرسائل الإخوان والمشايخ بذاك الوقت، وهل اندثر بعد سجن فيصل بن دويش وموت الباقين اللي بالحسا واللي بالرياض، إضافة إلى نسمع احنا عن المسميات أو كثير من المسميات، إخوان من طاعة الله والإخوان، هل اندثر الموضوع هذا، وهل يعتبر جهيمان من بقايا هذا الفكر؟ إضافة إلى يعني تعقيبا على المسميات، يعني مثلا نسمع عن مثلا الإخوان المسلمين، إخوان من طاعة الله والآن الإخوان، وخاصة أنه في تقارب أنها حركات سياسية ودينية تجمع بين الاثنين هذا تقريبا، هل هي تعتبر واحدة أو في تفصيل يعني؟ والتشابه هذا وليد صدفة ولا فعلا في تشابه فعلا نعم، كما سبق الإشارة بارك الله في بداية الجلسة، الآيات القرآنية التي تدل على أخوة المسلمين، والرسول عليه السلام آخى بين الأنصار وبين المهاجرين، فهم يقولون نحن إخوان، ولهذا أول ما بدأت أنهم إخوان متحابين فسموا أنفسهم بالإخوان. وكما ذكرت بارك الله فيكم بالنسبة لإخوان مصر، أول ما بدأت اجتماعاتهم شيخهم حسن البنا يقول بعضهم لبعض سنذهب إلى الإخوان سنذهب إلى الإخوان، فاتفقوا على أن تسمى جماعتهم أو حزبهم في عام 1928 بأن يسمى بالإخوان، وبقيت مسألة أخوة من طاعة الله، يعني هذه كأنهم يعني يستنفرون بها بعضهم مع بعض ويشجع بعضهم مع بعض في المعارك، أخوة من طاعة الله وأن الشم رائحة الجنة وهكذا. وهو بقيت مسألة الإخوان عندهم حتى بعد يعني عام 47 و48 بقيت مسألة الإخوان، يسمون بالإخوان وهكذا.
حتى في المدن أيضا. عندنا في عنيزة يسمون الإخوان، جماعة من الحاضرة يسمون أنفسهم بالإخوان، فيهم شدة. في بريدة أيضا يسمون بالإخوان، يعني فيهم تمسك وهكذا، ربما يكون أكثر من اللازم أحيانا. ما يتعلق بمسألة الحرم أيضا هم يسمون أنفسهم بالإخوان على أساس أنهم متآخين ومتحابين وهكذا. ولكن من الصعب أن يقال بأن جماعة الإخوان التي قامت بعملية الحرم أنها يعني ترجع إلى الإخوان الذين قاموا بعملية السبيلين. وأما مسألة زعيمهم أنه يعني من عتيبه وأنه يريد أن يثأر لمن قتل وهكذا، فالله أعلم بذلك، الله أعلم بما في النفوس. لكن هي حركة جديدة، يعني هي أساسها كانت في الجامعة الإسلامية، وتجمع بعض الطلاب وهكذا، ويبدو أن الجو كان مناسب يعني، فتسموا أنفسهم بالإخوان وبدأوا ينصحون وهكذا. ثم عرفوا أيضا بأهل الحديث لأنهم يتمسكون بالحديث وهكذا. فمسألة الإخوان ليس بالضروري أنها ارتباط، ولا يعني أن هؤلاء لهم ارتباط بأفكارهم. الإخوان في مصر، الإخوان في سوريا، وعندنا في نجد كذلك، إنما تعني الأخوة والارتباط فيما بينهم. نعم. شكرا دكتور. أعتقد أن المداخلات استوفيت، بس لي تعليق. أعتقد أنه اتهام الإخوان بالشدة بمعزل عن من علمهم الشدة ليس أنصاف. هم تعلموا على رجال الدين الحضر، وأعتقد أنه في تلك الفترة أتيح لهم هذا التشدد أو رغب أن يكون في هذا المستوى من التشدد. هي حركة عسكرية قبل كل شيء. الملك عبد العزيز نعم أجاد رحمة الله عليه، والمنهج هذا طبق بالعراق قبل ما يطبق بالسعودية. الإنجليز تأذوا جدا من بادية العراق خاصة بالجنوب، وسعوا إلى إلى تحضيرهم كمزارعين وليس في هجر، فكانوا يمنحونهم المساعدات على الشط دجلة والفرات، ويمنحونهم الدعم والمنح وليست القروض، يحاولون تعليمهم الزراعة، وكانوا يشترون خيلهم بغالية الأثمان، لأنهم إذا سلبوهم الخيل يعلمون أنهم غير قادرين على القتال. فأحد رجال أو مشايخ القبائل هناك كان يستحث رجال البادية على عدم بيع الخيل، يقول الخيل عز للرجال المظاهير الله يخيب واحدة ما شراها، يستحثهم على إعادة شراء خيلهم التي شراها الإنجليز منهم. وبتلك الطريقة استطاع الإنجليز الاكتفاء شر البادية وغزواتهم ومهاجمة الحاضرة في جنوب العراق. ما حدث كان حسب ما قرأت وأفهم أنه توجه طيب لتأمين الوطن والقضاء على حالة الفتن، ولكن تعليم البادية لم يأتي على يد الإنجليز ولا على يد خبراء من الخارج، جاء على يد علماء نجد، فهم الذي علموهم، وكان حريا بهم أن يراعوا عدم الشدة. والشدة كانت موجودة في علماء نجد، شيء قريب عندما كانوا يعدون الناس في المساجد ومن أتى ممن غاب وغيرها، وكان هناك شدة على آلات اللهو وغيرها، شيء إلى وقت قريب يعني ربما احنا أدركناه. فأعتقد أنه الحاضرة كان لهم دور، ودور الرئيس في شدة البادية وتعليمهم. هذا ما أراه، ولك تعليق. نعم، هذه وجهة نظر يا أبو نهار، لا أتفق معك فيها. أن العلماء النجديين الذين أرسلوا إلى الهجر هم الذين علموهم الشدة، لا أظن هذا. ربما يعلمونهم بأشياء ربما يكون فيها بعض الشدة، لكن ما يتعلق بهذه المسائل لا من ناحية الناس أنهم يعترضونهم في طريقهم ويسألونهم عن كذا وكذا، والذي لا يجيب يضربونه وكذا، هذا ما علموهم. العلماء النجديين الذين أرسلوا لم يعلموهم ذلك، هذا هم شدتهم. ولهذا الملك عبد العزيز كما قرأت عليكم قبل قليل 7 نقاط كلها أجاب عليها، وأجاب العلماء قالوا ما يجوز هذا،
لابس العقال ولابس الآخر كلهم واحد. من لم يهاجر أيضا أمره واحد، كلهم مسلمين. لكن هذا شدتهم هم الذين شددوا فيها. لا يمنع ربما أرسل لهم عالم مثلا وشدد في هذا، لكن هي على كل حال النقطة الأساسية هي مسألة يعني السياسة التي غلوا فيها، وهذه لا تدل على مسألة أنه علماءهم هم الذين درسوهم هذا، أبدا لا يمكن. وحتى العلماء أيضا عندما اعترضوا عليهم قالوا لهم المسائل التي أوردها الإخوان، قالوا مسألة البرق والتليفون هذه أشياء حادثة ما نقول لا حلال ولا حرام. مسألة قالوا المكوس هكذا وافقوا الإخوان فيها، قالوا مسألة المكوس التي هي ضرائب قالوا نرى أنها محرمة ولا يجوز الإمام نعمل، لكن لا يجوز الخروج على الإمام بسببها. لكن الإخوان رحمه الله هم الذين يعني، ولهذا في الأخير يعني حتى من الناحية الشرعية ذهابهم إلى الإنجليز، أنا ما أردت أن أطيل عليكم، يعني يذهبون إلى الإنجليز ويعتبرون ذهابهم إلى الإنجليز يشبهونه بخروج جعفر بن أبي طالب وخروج المهاجرين إلى الحبشة. هل هذا شيء ممكن أن يكون؟ لعلي أقرأ عليكم باختصار. سئل الشيخ، هم على كل حال قالوا شبهوا خروجهم بخروج جعفر بن أبي طالب وأصحابه رضي الله عنهم من مكة مهاجرين الحبشة، فرد العلماء على شبهتهم، ومن ذلك رسالة كتب الشيخ محمد بن عبد الله وثلاثة من أوضحوا فيها الفرق الشاسع بين هجرة جعفر بن أبي طالب وأصحابه الحبشة وخروج هؤلاء المخالفين من نجد. فسئل الشيخ عن حكم هؤلاء الذين خرجوا تشبها بخروج جعفر بن أبي طالب. أجابوا هؤلاء الذين ذكرهم السائل وهم العجمان والدويش ومن تبعهم لا شك في كفرهم، حتى هذه فيها شدة، وردتهم، لأنهم انحازوا إلى أعداء الله ورسوله وطلبوا الدخول تحت ولايتهم واستعانوا بهم، فجمعوا بين الخروج من ديار المسلمين واللحوق بأعداء الملة والدين وتكفيرهم لأهل الإسلام واستحلال دمائهم وأموالهم. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الاختيارات: من ذهب إلى معسكر التتر ولاحق بهم ارتد وحل دمه وماله. فإن كان هذا في مجرد اللحوق بالمشركين، فكيف بمن اعتقد مع ذلك أن جهادهم وقتالهم لأهل الإسلام دين يدان به، هذا أولى بالكفر. وأما استدلالهم بقصة جعفر وأصحابه لما هاجروا إلى الحبشة فباطل، فإن جعفر وأصحابه لم يهاجروا من مكة إلا وهي إذ ذاك بلاد كفر، وقد آذاهم المشركون وامتحنوهم في ذات الله، وقد عذبوا من عذبوا من الصحابة كصهيب وبلال وخباب. فالفرق يعني واضح. ما مبرر يا دكتور مقاطعة الكويت؟ يعني هم قالوا إذا كانت الكويت دار إسلام فلماذا تقاطع، وإذا كانت دار كفر فلما لا نجاهد فيها. نعم، هو على كل حال من ناحية لها جواب عام وخاص. الجواب العام أنه قد تحدث خلاف بين دولة ودولة وتقطع السفارات، ولكن لا يقال أنه كفار قاتلوهم، لكن يقال سنمنع الذهاب إليه ونهجرهم. ممكن، لا يقال أنه إما تقاتلوهم وإما يفتحوا الباب. أما الخاص بالكويت فالملك عبد العزيز في عام 40 رأى أن التجار، نرجع لمسألة المكوس، طبعا ليست هناك خطوط سيارات معبدة ما يذهبون إلا منها، يأتون على الإبل التجار فيدخلون إلى نجد مع كل طريق ولا يستطيع أن يأخذ عليهم ضرائب. هذه مشكلة، ما يقدر يتابعهم. فكتب إلى أمير الكويت وقال إني أريد أن أجعل موظف في سوق الكويت يرى النجديين إذا اشتروا البضائع يأخذ عليهم الضرائب وهم في السوق. فرفض أمير الكويت، قال نحن في سوق لا يمكن، إذا وصلوا إلى حدودكم خذوا عليهم. فالملك عبد العزيز أمر بترك المتاجرة مع الكويت، ولكن لا يعني هذا إنهم إما أن يكونوا مسلمين يعني تعمل المتاجرة معهم أو العكس. هذا شدة لا شك منهم. طبعا هل الملك عبد العزيز عندما أتى إلى الجزيرة العربية ونجد، هل كانوا القبائل هذولا أو الزعماء هؤلاء كانوا على اتفاق وكانوا يدا واحدة فرقهم، أو كان بينهم شقاق وبينهم معارك وبينهم يعني ما لا يعلمه إلا الله من نعم من الآثام والأشياء اللي يعني
يندى لها الجبين لذكرها عما سمعنا. فإذا كان الملك عبد العزيز أتى لتوحيد الجزيرة ولكف الشر ولخير الناس، وهو ما نراه الآن الحمد لله، يعني ما أظن أن هذول اللي قاموا أو اللي ارتدوا على الملك عبد العزيز يعني قاموا من فراغ يعني كذا بس، يعني شهوة أنفسهم. لازم في محرك لهم، لابد في أحد يحركهم. يعني هل يكون مثلا محرك من ذاتهم؟ يعني أحد منهم يعني يريد أن تبقى حالة الفوضى وحالة التشرذم، أو أن الدول الخارجية يعني أرادت أن تلعب لعبة أو كذا. طبعا هذه مجرد يعني تساؤلات. نعم، هم يريدون الإمارة على كل حال، ولكن مسألة التشرذم هذه واردة وستحدث، لأن أول اجتماع لهم عقدوه في الأرطاوية اتفقوا على التقسيم، اتفقوا على أن تكون نجد لفيصل الدويش، والحجاز مكة والطائف تكون لسلطان بن مجاد، والمدينة وما حولها تكون لحرب، والشمال يكون لفرحان بن مشهور، تكون لعنزة. فكان المسألة ستقسم 4 أقسام بينهم. فهم يريدون الإمارة، لكن كل واحد منهم يتمنى أن لا يكون هناك تشرذم، يتمنى أن يكون هو الملك فيها كلها، لكن لا يمكن، كل واحد سيطالب بنصيب. فهم اتفقوا على محاربة الملك عبد العزيز وتقسيم البلاد فيها بينهم، ولكن الحمد لله أن المسألة وقي هذا الشر. شكرا دكتور، أشكركم جميعا، وعرض رائع دكتور، ويجزل لك الشكر والثناء، ونلتقي بكم الثلاثاء القادم بإذن الله.